سميتي مريم. حاليا عمري 28 سنه. قصتي كتبدا ملي كان في عمري 17 سنه. كنت كنقرا في الباك وتما فين تعرفت على واحد الولد كان كبير عليا بعامين. ما كانش زوين بزاف. المهم انا تعرفت عليه وتعلقت بيه لدرجه ما كتصورش. وجا الاخر ديال العام والحمد لله نجحنا بجوج. انتقلنا لمدينه تطوان، كرينا في واحد الحي انا وثلاثه ديال البنات. هو كان غير حدانا وكنت فرحانه حيت غنبقى نشوفو ديما. المهم دازو واحد شهرين تقريبا وشدينا واحد العطله المده ديالها غير اسبوع واحد. البنات مشاو عند العائله ديالهم، انا بقيت وحتى هو بقى. وفي هذا الاسبوع غتقلب حياتي راسا على عقب. المهم واحد النهار صيفط لي ميساج قال لي بغيت نشوفك. قلت لي فين؟ قال لي اجي عندي للدار. المهم انا مفكرت شنو غيوقع، من الطايره وجدت راسي ومشيت عنده. جلسنا شويه وهو بدا كيتقرب مني وانا كنحاول نبعد منه، ولكن هو كلا لي دماغي بهضرته، نتوما راكم عارفين. المهم خدا داكشي اللي بغا وبات مصباح. انا شداتني الدوخه ملي لقيتهم بلوكيني ومشيت عنده حتى للدار فين كاري. والو حتى اثر ديالو ما كاينش. المهم بقيت كندب غير بوحدي. هنا فين غيجيو البنات وما بينت ليهم والو. وقررت نتا هاد الشيء ونمشي عند واحد الطبيب ندير عمليه على البكاره ديالي، وكلشي مشى هو هذاك. والحمد لله قررت ندير الحجاب ونسى كلشي وتقربت من الله وديتها في قرايتي. ودازو جوج ديال الاسابيع وسمعت باللي هذاك الحيوان حشاكم مشى عند خو اسبانيا. المهم درت بحال ما فراسي والو، درت بحال ما عمرني شفتو ولا تعرفت عليه. المهم هي هذيك دازو 5 سنين ولات عندي 23 عام، وسمعت باللي ان هذاك الحيوان حشاكم وخو دخلوا للمغرب. وباش تعرفوا الدنيا صغيره، واحد النهار كنت خارجه وتلاقيت بخو، ولكن ما عرفتوش وحتى هو ما عرفنيش حيت ما عمرنا تعرفنا ولا تشاوفنا. من خو كان زوين عجبني ولكن ما بينت ليه والو، وحتى هو عجبته وتبعني وعطاني نمرته. دخلتها وقلت لي جوج كلمات: بغيتي الحلال مرحبا، بغيتي تفلى ولد الناس سير، ما تعرفني ما نعرفك، شوف لك شي وحده اخرى انا ما نصلحش ليك. هو يقول لي اعطيني العنوان ديال داركم وعطيته ليه وقال لي من الاسبوع نكون عندكم. المهم داز هذاك الاسبوع وقلت العائله ديالي وجدنا كلشي بقينا جالسين كنتسناو الخطاب. شويه كنسمعوا الدقان. انا مشيت دخلت الكوزينه وما دخلوا الصالون. شويه يجي عندي اختي قالت لي راهم كيتسناو فيك. خرجت عندهم وهنا تصدمت صدمه عمري فاش شفت هذاك الكلب جالس معاهم. شداتني الدوخه، اولي علاش كيدير هنا؟ حتى هو تصدم فاش شافني. وجلست معاهم 2 دقائق بالحساب وخرجت في حالي وطلعت لبيتي. انا مصدومه في هادشي اللي شفت وكنقول يا ربي عاوني شنو ندير في هاد المحنه. شويه مسحت دموعي بقيت جالسه في البيت وانا نسمع الدقان. لقيتو عادي لخطيبي. بقينا كنهضروا قال لي باللي بغى يزرب في الاجراءات ديال العرس حيت خاصو يرجع لبرا. المهم قالت لي واخا اللي عجبك ديرو. ومشينا هضرنا مع العائله وتفاهموا. وهذاك الكلب حاشاكم غير حال فمو. المهم ما ديتهاش فيه ودازت هذيك الليله بخير والحمد لله. درنا العقد وتزوجنا ودابا عندي مع 2 توأم. وخو حتى هو تزوج ومراته هذه 3 ديال المرات وهي كيطيح ليها ما كيكتبش ليهم الوليدات. والعبره من هذا الشيء انه ما كاين محسن من العداله الالهيه. خوتي كنتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم بوضع اعجاب وشكرا لكم، وكنتمنى تدعموني باش ان شاء الله نعطي ما احسن.